إيه اللي خلّاك تفوق بسرعة وتقول أنا محتاجة أتعافى؟ كلمة اتقالت لي من أختي الصغيرة، قالت لي: أنا ما بقيتش عارفة آجي البيت أنا وجوزي بسبب الشكل اللي أنت فيه. أنا في البداية كنت أنا كل حاجة فيه ليها، وكنت أنا سندها، وفي فرحها أنا اللي أعمل لها كل حاجة فيه. اللي رحت نازل لأخويا قلت له ما بقتش قادر خلاص ومش عارف أطلع من اللي أنا فيه، فحاول تساعدني يعني. أصعب مرحلة بقى في التعافي إيه؟ المرحلة الأولى هي مرحلة اللاتيوكس. دايما بكون واخد زي حبوب منومة عشان خاطر ما بقاش حاسس بالوجع بس كان عندك الجسماني. الإرادة إن أنت عايز تبطّل خلاص، لا خلاص أنا ما جالكش لحظات كده بتقول إن أنا عايز أرجع تاني؟ لا، بس بتكون موجودة طبيعي، طبيعي لازم كنت بتعمل إيه تجيلي. بقى في اللحظة دي؟ باشارك مشرف خطواتي وبكلمه وبقول له ان انا عندي فكره ضرب دلوقتي عايز اضرب. بيطلعني من مود الفكره ويدخل لي فكره تاني في دماغي. لو ما عملتش كده ممكن يسيطر عليا الموضوع والموضوع بيكون اسهل منه مفيش. المرحلة الانتقالية بقى ما بين أيمن المدمن وأيمن المتعافي، نظرة الناس اللي حواليك بقت هي شكلها دي عامل اكتر إزاي؟ حاجه الصراحه كنت بقى يعني اتفاجئت بيها، لان اول فتره الناس كانت بتحبني جدا وكان عندي شعبيه حلوه، وفي فتره اللي هي فتره المخدر دي في ناس كتير بحبها بعدت عني. الناس دي رجعت تحبك تاني زي الأول؟ نظره الناس كانت مفرحاني جدا بصراحه. أختك بقت تيجي هي وجوزها عادي هنا لا في البيت؟ الموضوع اتغير.